ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. موسم الزيتون، كل سنة وانتم طيبين. وهنخلله النهاردة مع بعض بطريقة خطيرة. لو انت بقى بتعمل الطريقة بتاعتك ومعتمد عليها غردي، جربي طريقتي. وكمان لو انت مبتدئة ولسه اول مرة هتعملي الزيتون وهتعمليه بالطريقة دي، بالامانة كده هتدعيلي. احلى زيتون هنعمله النهاردة مع بعض، وكمان هقول لكم ازاي تخلوه معاكم وتخزنوه للصيام الكبير والشهر رمضان. وكمان ازاي تعملوه وتاكلوه بعد 15 يوم، يعني اسبوعين بالظبط، وهتاكلي احلى زيتون ولا ممرر. وهيفضل الزيتون معاكي طول الفترة اللي عندك من غير ما يسود ولا يتهري، وهيفضل مجرمش من اول حباية لاخر حباية. فيلا بينا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض واحدة واحدة. انا عندي كمية الزيتون بتاعته اهو اللي انا هخليلها دول حوالي كده 4 كيلو من الزيتون. والزيتون كده بيبقى مخلط في بعضه، في زيتونة فاتحة، في زيتونة غامقة، في منه زيتون تفاحي عليها عزيزي. احنا عندنا بيبقى كله مخلط مع بعض. طيب كل انواع الزيتون بتتعمل بنفس الطريقة، سواء عزيزي او بلدي او تفاحي، ما عدا الزيتون الاسود ده بيبقى ليه طريقة مختلفة خالص. شايفين هنا فرق اللون بين الاتنين، فاتح وغامق. ده تفاحي على عزيزي. التفاحة بتكون مدورة كده وملمسة يعني حلوة كده متساوية، لكن العزيزي بتكون متولة شوية وليها كده بوز زي كده حباية الليمون. هحتاج معاهم ليمون وفلفل اخضر، شطة احمر اخضر المتوفر عندك، فلفل بارد احمر اخضر، كمان لو عندك كريسة شطة تمام. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة عملناها ان احنا غسلنا كل كمية الزيتون كويس خالص قبل ما نشتغل فيها. انا بقى ولا هنقع الزيتون بالليالي واغير المية، لا انا بعمل على طول. يعني هتعمل زيتون من غير نقع وكمان من غير اي مرارة فيه. هبدأ كده أفرز الزيتون بتاعي على طبقين، الفاتح لوحده والزيتونة الغامقة كده واللي هي العزيزية لأنها بتطول في التسوية هخليها لوحدها. طب ليه بفصلهم؟ لأن التفاحي ما بيطولش في التسوية، وكمان ما بيطولش معاكي في المدة، يعني ممكن يتهري معاكي بسرعة. فهو يعني تعمليه بحيث تفتح عليه الأول ويتاكل الأول. لكن التاني ده بقى بيتحمل معاكي حتى سنة. التفاحة برضه بيتحمل بس مش بيطول لمدة سنة، لأ ما بيقعدش سنة، يعني ممكن بالكتير خالص 6 شهور. أنا هنا شايفين فرق اللون بين الاتنين. هبتدي بقى أفرز كل الكمية بالشكل ده. دول 4 كيلو، يعني يعتبر اتقسم على طبقين، كل طبق كده 2 كيلو من الزيتون. ده الفاتح وده الغامق. ده هعمله بطريقة وده هخليه بطريقة تاني. طيب واللي بايظ ده احنا نجيناهم بس مش هرميهم لان الزيتون غالي الصراحة. يعني الكيلو عندنا وصل 70 جنيه. قولوا لي انت عندكم الكيلو بكام؟ فخسارة يترمي. فانا هشيل منهم القطعة البايظة وبعد كده هخليهم في برطمان لوحدهم. دول هيتاكلوا اول الحاجة. طيب هبتدي اشتغل في الزيتون الفاتح الاول. هجيب كده طبق فيه مية وانزل عليه بمعلقة من الملح. هندوب الملح في المية. طيب انت هتنجعيه؟ هقولك لا، انا هسيبه كده، هعمل الحباية واحطها في المية لغاية ما اخلص كل الكمية. فأنا هابتدي كده أشُج الزيتون، أعمل لها زي فتحة عشان ده أنا عايزاه يستوي معايا بسرعة، بحيث يتاكل بسرعة وينزّل المرارة بتاعته. فهابتدي أعمل فيه شجوج. طب اعملي شِج واحد تمام، شِجين تمام، 3، 4 اللي أنتِ عايزاه. أنا باعمل 4 شجوج كده، يعني كإني باقطّعها مربع. خلاص؟ بالسكينة كده، وخلّي بالِك من إيدِك والسكينة بتاعتِك تكون حامية عشان تسهّل عليكِ الدنيا. وابدأ كده لِفّي السكينة كده 4 شجوج بالشكل ده. طيب أنا مش عايزة أشجّجه، ممكن تدُجّي عليه بيد الهون أو بالشاكوش. تمسكي الزيتونة كده في كيس بلاستيك وتحطيهم، وبعد كده دبّي عليهم دبّة واحدة بحيث تفتح الزيتونة. ده ينفع وده ينفع، بس أنا الصراحة باحب أشجّجه كده، بيبقى شياكة يعني، بيبقى منظره أحلى. وكمان بيبقى سهل جدًا إنِّك تخليه لو تحطيه في المعجنات والبيتزا. بالأمانة بيبقى خطير. هابدأ كده أشجّج كل الكمية، والزيتونة اللي هافتحها هانزّلها في المَيّة. طب أنا باخلّيها في المَيّة بالملح كده ليه؟ عشان ما تغمّقش معايا مكان الفتحة اللي أنا فتحته فيها. لإن لو سِبته من غير مَيّة، على ما تخلّص الكمية هتلاقي كل اللي فتحتيه ده غمّق معاكِ. فأنتِ كده حطّيه في المَيّة لغاية ما تخلّص الكمية. وأدي كل كمية الزيتون، دول حوالي 2 كيلو هم اللي فتحناهم بالشكل ده. دول هاخلّيهم في برطمان لوحدهم. دول هيتاكلوا زي ما قُلنا بعد كده بالضبط 15 يوم. هنبتدي بقى نجيب الفلفل الأحمر ده الحار والبارد والشطة كده مع بعض، وهفرم منهم حوالي كده نص كيلو.
أو ربع كيلو، يعني الكمية مش بالضبط، حابة تقللي حابة تكتري مش هيقول لِك لأ، بس لو أنتِ عايزة الكمية مضبوطة لكل كيلو من الزيتون ربع كيلو من الفلفل الحار أو البارد أو الأحمر، على ربع كيلو من الجزر، بس أنا ما كانش عندي غير حبتين جزر بس فهُم اللي بشرتهم واستعملتهم، حابة تقللي الكمية تكتري الكمية تمام، حابة تستغنى عنهم خالص الفلفل الأحمر والجزر برضه تمام هتعمليه من غيرهم. أنا هنا صفيت الزيتون اللي إحنا قطعناه من المَيّة، وكمان أدي الزيتون التاني أهو، وهنبتدي نشتغل في النوعين مع بعض. الفلفل الأحمر اللي إحنا فرمناه هاحط هنا حوالي معلقتين كبار على ال2 كيلو، وحوالي معلقتين كبار على ال2 كيلو التانيين. طيب ما عنديش فلفل أحمر بدّليه بهريسة الشطة أو الهريسة الحلوة، ما عندكيش ممكن تبدّلي بشطة وعلى حسب طلبِك الشطة بتاعتِك هتضيفي. وأدي كمان الجزر اللي بشرناه حطيت هنا كمية وهنا كمية، وزي ما قُلت لكم تزوّدوا الكمية، تقللوا الكمية، مش هتفرق خالص، حابين تستغنوا عنهم خالص برضه تمام، يعني ممكن تعملوا باقي الخطوات من غير الجزر والهريسة، وأنا عملت معاكم قبل كده الزيتون السادة، لو أنتم مش عايزين تضيفوا له أي إضافات هتلاقوا الفيديو موجود على القناة، وهاسيب لكم كمان لينك الفيديو في صندوق الوصف. هانزل كمان هنا بمعلقة كبيرة مليانة من العصفر على ال2 كيلو، وكمان زيها معلقة كبيرة مليانة على الطبق التاني، يعني زي ما هاحط هنا هاحط هنا. طيب أنا ما باحطش حبة البركة الصراحة، لإنها بتغمّق معايا الزيتون، فأنا باستغنى عنها خالص، لو أنتم حابين تحطوا كفاية كده معلقة صغيرة على ال2 كيلو. تمام، وهنضيف كمان الفلفل الأخضر سواء تقطعوه تخلوه صحيح زي ما أنا عملت برضه براحتكم، الكمية برضه براحتكم تكتر تقللوا زي ما انتوا عايزين، أنا حطيت بصراحة على قد ما البرطمان بتاعي هيكفي، لكن ممكن تزودوا الكمية زي ما انتوا عايزين. قلبنا كل الكلام ده مع بعض، هنزل عليه كمان كده بليمون مقطع، أنا بمسك الليمونة كده بقطعها على 4 وبعد كده كل قطعة بقطعها كمان قطعتين، وحطيت على كل طبق حوالي كده من 5 ل6 ليمونات مقطعين. لكل كيلو زيتون ربع كيلو من الليمون سواء نص مقطع ونص معصور، انا حطيت دلوقتي المقطع لسه المعصور ده هحطه بعد شوية. هنبتدي بقى نجيب البرطمانات بتاعتنا غاسلينها كويس ومنشفينها من المية، وبعد كده هبتدي أعبي كل كمية الزيتون. حابين تحطوه على برطمانات صغيرة بحيث يتفتح البرطمان يخلص وبعد كده تفتح غيره تمام، حابين تحطوا كل الكمية برطمان واحد كده زي ما أنا عملت تمام. أنا خليت اللي هو مشرخينه وعاملين فيه شقوق كده في برطمان لوحده، عبيناه دب كده على البرطمان بحيث الزيتون كله ينزل لتحت كده، وخلاص على كده ده أول برطمان. البرطمان التاني بنفس الطريقة هنعبيه، والبرطمان ده زي ما قلنا ده اللي هيقعد معاكي فترة طويلة، يعني ده مش هيستوي دلوقتي، ده يبتدي يستوي كده بعد 3 شهور، وبعد كده تبدأ تفتح عليه. هنا بقى الحاجات الأساسية اللي هنحطها على البرطمان، فص توم لكل برطمان، يعني لكل 2 كيلو فص توم كده كبير محترم، الفص اللي عندك صغير حطي فصين 3 ما تحطيش أكتر من كده عشان ما تبقاش الريحة زيادة. كمان فصوص من الحبهان هنفتح كده الفصوص وهنضيف على كل برطمان حوالي 4 أو 5 حبات حبهان. طب ليه أنا باحط حبهان؟ بالأمانة بيفرق جدًا في ريحة وطعم المخلل، وكمان ورق لورا ده كده للحفظ عشان البرطمان بتاعك ما يعملش صوفة ولا عفن، هتضيفي كده ورقتين 3 من على الوش. طيب يبقى فاضل معانا كده عصير الليمون، أنا هنا هاعصر الليمون مباشرة على البرطمان، يعني هافتح الليمونة كده بالنص وهاعصرها الأول على البرطمان وبعد كده هاحط القشر على الوش. طب هتقولي لي طب عليكِ بيه ما تفرميهم في الخلاط، لأ نصيحة بلاش تفرمي الليمون في الخلاط وتحطيه على الزيتون، لأن انت كده فرمت القشر والبذر، والقشر والبذر هيمرروا الزيتون معاكي، يعني المرارة مش هتروح بسرعة، فانت اعصريه كده الأول وبعد كده حطي القشر على وش البرطمان، لأن ده اللي هيحفظ لِك الزيتون حتى لو قعد سنة عندِك من غير ما تفتحيه وأنتِ مخلّلاه مش هيعمل ولا أي صفة ولا أي عفن، حتى لو قدّر الله لو حصل صوفة وعفن هيبقى على القشر بس هتشيليه وتستغنى عنه، هتلاقي الزيتون من تحت لونه تحفة وزي ما هو. أنا عصرت كمية الليمون وحطيت القشر كده على وش البرطمان. تعالوا مع بعض نعمل محلول المَيّة بالملح المضبوط على الشعرة، هاقول لكم نعمله إزاي. معايا مَيّة مغلية ومبردة ولازم تغليها الأول وتبرديها قبل ما تشتغلي فيها، بعد كده هاعبي معايا هنا بالكوباية، أنا معايا لكل كوباية مَيّة هاحط معلقة كبيرة من الملح، حطيت هنا 10 كوبايات من المَيّة المغلية والمبردة،
هحط عليهم 10 معالق من الملح. وهنا بس أنا هستعمل الملح الخشن. أنا عملت معاكم مخللات كتير قبل كده وعملتها بالملح الناعم. الناعم والخشن هيديكي نفس النتيجة، بس الصراحة الملح الخشن اللي هو الملح الرشيدي ده بيفرق جدا في المخللات، حتى لو كتر منك بياخد المخلل طعم الملح المظبوط وما بيفرقش معاه الزيادة. فهمتوني؟ طيب، أنا هنا حطيت الملح والمية، وهحط كمان معلقتين كبار من السكر، يعني لكل برطمان معلقة كبيرة من السكر، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم. أنا هنا وأنا بدوب الكلام ده كله حسيت إن المية هتبقى قليلة معايا على المخلل بتاعي، لأن أنا عاملة 4 كيلو، فحطيت كمان كوبايتين من المية، وحطيت عليهم معلقتين تاني كبار من الملح. طيب، عشان تتأكدي قبل ما تحطي المية بتاعتك على المخلل إن الملح مظبوط، تعالوا نعمل اختبار البيضة. وأنا عملته معاكم قبل كده، وبالأمانة الاختبار ده تحفة. هتحطي جيبي بيضة كده، بس هتغسليها طبعا الأول، وبعد كده هتنزلي بيها كده في المحلول بتاعك. شايفين البيضة ما سقطتش لتحت، عايمة على الوش. طالما هي كده عايمة على الوش كده يبقى الملح بتاعك مظبوط. لكن لو نفرض ان البيضة نزلت معاك لتحت ما طلعتش لفوق كده يبقى المحلول بتاعك عايز ملح. شايفين انا بنزل البيضة اهو بتطلع تاني، مش عايزة تنزل لتحت كده، يبقى الملح بتاع المية بتاعتك مظبوط. طيب، انا هنا ما ضفتش خل على المخلل، وما بحبش اضيف خل، واللي متابعني عارف ان انا المخللات بتاعتي مش بضيف عليها خل ما عدا مخلل البصل. حابين تضيفوا خل ضيفوا بس على المشرخ، وبالكتير قوي معلقة او معلقتين، مش اكتر من كده، عشان ما يتهرش معاكي والزيتون يفضل معاكي مجرمش لاخر حباية. لكن البرطمان التاني اللي انت هتخلليه سنة كاملة للموسم، من الموسم للموسم او لشهر رمضان او للصيام الكبير ده، ما تضيفيش عليه مخلل خالص. طيب، هتقولي لي انت حاطه ملح كتير. طب احنا ما بنحبش الملح الكتير، وبنبقى عايزين الزيتون كده تكون يعني عادمه من الملح شويه. هقولك لا، حط الملح المظبوط، حتى لو كتر منك مش مشكله. ولما تيجي تفتح عليه ولقيتيه مالح تقدر تدويه. طب هتدويه ازاي؟ هتفضي من البرطمان كده شويه ميه، وبعد كده تزودي بدلهم شويه ميه مغليين ومبردين، كده الملح بتاع الزيتون هيظبط معاكي. لكن لو حطيت الملح قليل الزيتون هيتهري منك وهيبوظ، وخسارة طبعا لأنه غالي، وخسارة التعب. أنا هنا ملينا البرطمانات بالمية. ما تحطيش المية للآخر، سيبي مسافة، عشان لسه البرطمان المية بتاعته هتفور، وكمان لسه هنضيف زيت على الوش. حطيت كمان على الوش كده حوالي نص معلقة من الملح على كل برطمان، ومعلقتين كده 3 من الزيت على الوش. كده البرطمانات بتاعتنا خلصت، مش محتاجة أي حاجة تاني. حابة انت بقى تزودي اضافات من عندك براحتك، حابة تشيلي منه اضافات برضو براحتك، حابة تعمليه بالمية والملح بس برضو براحتك، بس لازم الليمون والفلفل طبعا. والخطوات الاخرانية اللي هي على الوش. بعد كده هنغلف البرطمان بتاعنا كويس خالص، كيس بلاستيك كده على الوش او استرتش راب لو عندك، لفيه كده على وش البرطمان على الغطا، وبعد كده اقفل الغطا بتاعك. واحلى زيتون هتعملوه بالامانه. لو انت مبتدئه او اول مره تعمليه، اعمليه بنفس الطريقه وانت هتاكلي احلى زيتون. البرطمان ده اللي احنا مش مشرخينه زي ما قلنا، ده هيقعد معاكي من الموسم للموسم، ده للتخزين. لكن البرطمان ده اللي احنا مشرخينه ده هيتاكل بعد بالظبط 15 يوم. 15 يوم افتح عليه وكلي منه، وقولي لي ايه رأيك وايه الطعم. ولا فيه مرارة ولا فيه كمان ملحان، هتلاقي الملح مظبوط، وكمان الزيتون هتفضل مجرمشة معاك لغاية ما يخلص من عندك. هتجيبي كده البرطمانات بتاعتك في صينية او في طبق وهتحطيها، لان الزيتون كده بيتفاعل شويه وبيطلع غازات، فهيفيد منه كده وهيطلع منك. فعشان ما يبهدلكيش الدنيا حطيه على طبق. اقلب البرطمان على وشه حوالي ساعة ساعتين، بحيث كله كده يتغلغل من بعضه، وكمان نفرغ منه الهواء. وبعد كده ارجعي اعدليه تاني، وغلفيه في كيس بلاستيك يكون غامق، وحطيهم بقى عندك في المطبخ على الرخامة في الضلفة براحتكم جدا لغاية ما يستوي. البرطمان اللي هيتفتح الأول ده يتاكل، لكن البرطمان التاني ده مش هيستوي غير بعد على الأقل 3 شهور. بعد 3 شهور ممكن تاكلي منه، وكمان هتبقى المرارة لسه موجودة لأن احنا ما فتحناهوش، ده للتخزين. بس كده، دي كانت وصفتي في الزيتون، ودي كانت طريقتي، وبالأمانة الطريقة دي أنا معتمداها من سنين. وإن شاء الله لما أفتح على البرطمان هعمله لكم في فيديو وأوريكم شكل الزيتون عامل إزاي. ويلا كده روحي هاتي الزيتون واعمليه بنفس الطريقة، وهتاكلوا أحلى زيتون. كل سنة وانتوا طيبين. ويلا كده ادعموني باللايك والشير للفيديو علشان يوصل لأكتر عدد من المتابعين. واستنوني في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة مع مطبخ وأفكار سون.
ويلا كل سنة وانتم طيبين. قومي هاتي الزيتون قبل ما يخلص من السوق واعمليه بنفس الطريقة لو أول مرة تعمليه. أشوفكم على خير. باي باي.